السلام عليكم أصدقاء سندباد، يا رب تكونوا بخير. النهاردة من أكبر عروض الموضة معرض آخر موضة من تيوليب جولدن مدينة نصر. معانا أكتر من فقرة: فقرات السواري، فقرات العبايات، فقرات فساتين الزفاف. تابعونا 7 دقايق بالمتعة والبهجة. أول فقرة معانا فقرة الفساتين السواريهات اللي هي بتبقى صالحة للحفلات وسهرات والافراح. طبعا المعرض عايز اقول لكم على اعلى مستوى، وفي شركات كبيره جدا منزله فساتين راقيه وشغل عالي. صفوه المجتمع كانوا هناك، ده غير الصحفيين. والواحد بصراحه اتشرف من مصر عليه ان هو يكون موجود في مهرجان جميل زي دوت اخر موضه. انا مش بس بفكر في الرحلات والحفلات، لا، انا بفكر نجيب لكم احلى السهرات واجمل المنتديات عشان تتابعوا معايا اجمل السهرات وتتابعوا معايا برضو الموضة في مهرجان اخر موضة. ده طبعا برضو فستان سواري رائع جدا. وهنا بقى كده حاجة ظريفة كده، يعني كاجوال كده، ومنها سواري برضو يعني انا شايف ان السواريهات جميلة بصراحة. برضو قولوا لي رأيكم في الكومنتات وعلقوا معايا. وده الفستان جميل جدا، ابيض كده مطرز بالاسود. انا طبعا ما اقدرش، يعني انا مش عنديش خبرة كبيرة في الفساتين، بس انا شايف يعني حاجة بصراحة مبدعة وجميلة، زي العارضة الجميلة دي واقفة كده قدامنا وشعرة بنفسها جدا وبتتصور. بصراحة فستان يجنن يعني. وهنا بقى فستان سارة كده ظريف، اللي هو الميني جيب بتاع زمان ده. برضو كده يعني الفساتين اللامعة الجميلة، التاريخ الحلو دوت اللي احنا نسيناه بصراحة، زي يعني لقضاء افضل السهرات. فساتين رائعة الحقيقة، وشفنا يعني حاجات جميلة يعني. هنا برضو دي عرضة كده ظريفة، جاية كده حاسة بالفستان عليها بصراحة. الفستان يجنن يا جماعة. بصراحة الشركات اللي شاركت في معرض آخر موضة شركات عالمية، منهم محمد شوقي، ومنهم مولي موضة. هنا بقى بعد بقى كل فقرة بيظهروا كلهم زي ما احنا شايفين كده، هو بيعرضوا الفساتين كلها مع بعضيهم، وبيظهر بقى اللي هو الديزاينر بتاع اللي هو عمل الكلام ده كله. هنشوف مع بعض ونشوف المحادثة بتاعته. شاب جميل جدا في مقتبل العمر وعامل بصراحة تحف. Ladies and gentlemen, the man himself, محمد الشناوي. طب الحمد لله. طب تحية كبيرة كبيرة برشا 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 لمحمد الشناوي. ريما ليكي، أنا عاجبنيش وأنت عاجبك. خلي محمد شوي يحكي لنا عن الفستان اللي هو كتير مضوى صراحة، كل الفساتين طالعة تحفة. وبعد ما قدموه اتكلم على منتجاته، ظهر بقى الفقرة التانية اللي هي العبايات الرائعة الجميلة العربية دي. بصراحة بقى كانت تحفة بصراحة. الحاجة الجميلة كده يعني الفضفاضة برضو كده برضو بتظهر الناس. وهنا بقى الأزياء الصيفي بقى اللي هي المطرقعة زي ما بيقولوا، برضو كانت عاملة، كان ليها مكان في المعرض، وكانت عاملة حس كده بصراحة. موضة حلوة وجميلة وراقية، ويعني مش فجة يعني مش قوي، بس يعني بصراحة كانت جميلة بصراحة. واشكال وانواع من الملابس الرائعه يعني اللي تناسب كل الاوقات. برضو هنا العرض كامل على الستيج لكل العرضات اللي هو الشركه التانية دي اللي هي مول موضه حاجه زي كده. هنا اهو
قدامنا زي ما احنا شايفين كده كله بقى ظاهر العبايات، اللبس الصيفي، اللبس انا برضو شايف ان فيها ملابس سهرة، ملابس خفيفة كده بتاعت الصيف. وهنا برضو هتظهر العارضة الرائعة الديزاينر الكبيرة مولي، وتتحرك بيهم زي ما احنا شايفين. أصدقائنا عارضة الأزياء الكبيرة صاحبة الشركة الكبيرة مولي موضة. طلي بالأبيض طلي زهرة نيسان. ودي كانت آخر فقرة وأجمل فقرة من فقرات الحفلة الساهرة الجميلة اللي شفنا فيها أجمل فراشات اللي هم عارضات الأزياء مع مجموعة متنوعة رائعة من تفصيلات وموديلات مختلفة من فساتين الزفاف الجميلة، طبعا من إنتاج شركة إيمي ستايل، هي دي الإيمي. طبعا بعد يعني العرض الجميل الرائع بتاع الفساتين دي، طلعت بقى توري الناس يعني الاجمل بقى المعروضات، وتقريبا ده اجمل فستان حاجه زي كده. ويعني الحقيقه كانت جميله جدا، حتى المذيعات انبسطوا جدا وكان نفسهم يتجوزوا ويختاروا من الفساتين الحلوه دي. اصدقائي بنتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوناش بدعمنا الدائم باللايك والشير والاشتراك في قناتنا عشان يوصلكم كل جديد. شكرا جزيلا ليكم وبانتظاركم من فيديوهات تانية، ودعمونا في التعليقات وقولوا لنا ايه ارائكم، ولو عايزين فيديوهات تانية بلغونا. شكرا، سلام عليكم.